العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية. معكم فيها قاسم أحمد، وأبدأها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حملة الطلاب الصيفية التنموية تشهد إنجازا فعالا. اتحاد المرأة في القشبركة يجري لقاءات تساعد في تعزيز تعطيراته. دعوة لتسريع استخراج رخص قيادة السيارات في عدقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة الثانية في أسبوع. مقتل 34 على الأقل وإصابة 17 في انفجار بغرب أفغانستان. واليونان تقول أن التنقيب التركي بشرق المتوسط يهدد أمن المنطقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مراسل إيرلينا بأن حملة الطلاب الصيفية التنموية الجارية هذا العام في مديريات صالونا وعدقيح وغرداس شهدت إنجازات فعالة. وقام الطلاب البالغ عددهم حوالي 100 ألف طالب في مديريتي صالونا المنخرطين في البرنامج الوطني الذي بدأ من الأول من يونيو الجاري بغرس الشتول في حفر أعدت مسبقا في مساحة تقدر ب4 كيلومترات. كما قام 270 طالب بينهم 116 طالبة في مديرية غردات بتنظيف الأشجار المغروسة في المدارس ومقبرة الشهداء والطرق، وإعداد الحفر وغرس حوالي 1000 شتلة وتشييد وصيانة مدرجات قنواتية. في غضون ذلك سير 500 طالب وطالبة في 5 نقاط من مديرية عدقية حشدات فعالة تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة وإصلاح الأراضي المنجرفة وتشييد مدرجات قنواتية وإعداد الحفر وغرس الشتول. وأشار الطلاب في التصريحات التي أدلوا بها إلى أنهم أنجزوا المهام بفعالية مدركين أهميتها الكبيرة، مناشدين لإعداد البرنامج بصورة واسعة. عقد سيمينار صحي للطلاب المشاركين في حملة التنمية الصيفية بمديرية بارندو حول مكافحة الأمراض المعدية. وقال الممرض وقح تاكيدان المشرف على الخدمات الصحية ونصح الشباب في مركز المديرية الصحي أن الشرح المقدم هدف للسيطرة على الأمراض المعدية عامة وأمراض المياه التي تظهر في موسم الأمطار. وذكر مسؤول التعليم في مديرية بارنتو الأستاذ داويت كلالان الهدف من السيمينار كان توعية الطلاب صحيا إلى جانب مهام التنمية التي يقومون بها والمساهمة لمكافحة الأمراض. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم القشبركة لقاء في 26 من يوليو الجاري بمدينة غرداد لتعزيز فعالية التأطيرات وتأمين خطط الأعمال الموضوعة للتنفيذ. ودعت مسؤولة الفرع السيدة يحدق يوهنس في اللقاء الذي جرى لمسؤولات الفرع في المديريات لتعزيز القائمات بالأعمال أنشطتهن من أجل مضاعفة التأطيرات المرتكزة على الوعي واستفادة المرأة من الفرص المتاحة بالتأطير في الاتحاد. من جهتهن أكدت المشاركات جاهزيتهن للقيام بما يطلب منهن في برامج التنمية الوطنية وإعمار البلاد ومحاربة العادات المتخلفة وتعزيز تأطيرات المرأة. دعا متدربو قيادة السيارات والدراجات النارية في عدقيح لتغيير أسلوب اختيار منح رخص قيادة السيارات المنظم بوزارة المواصلات والاتصالات الذي يعرضهم التأخير الطويل الخسائر المالية. وأوضح المتدربون لرخص المستوى الثاني والثالث أنهم ينتظرون امتحان قيادة السيارات لعام كامل، وفي النهاية لا يجري الامتحان في الموعد المحدد له، منادين إجرائه مرتين في السنة وفي الموعد المحدد. وذكر معلمو قيادة السيارات أن أغلب المتدربين يأتون عند أطراف فترة الامتحانات نهاية العام والتدريب بعجالة يدل بدل التدريب مسبقا بارتياح، وذلك نتيجة تأخير الامتحان لقيادة السيارات، مطالبين الاهتمام بالقضية. وتخصيص فنيين يعملون على مستوى الأقليم لتقديم رخص قيادة السيارات. وتوجد في مدينة الدقيح 3 مدارس لتعليم قيادة السيارات. وشارك في امتحان القيادة التي جرت هذا العام في 15 من يوليو أكثر من 450 متدرب في السيارات الأول والثاني لقيادة السيارات و10 متدرب لدراجات نارية.
مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، وذلك بعد أيام قليلة فقط من عملية إطلاق مشابهة. وترى وزارة الدفاع أن الهدف من توقيت الاختبارات العسكرية لدى الجارة الشمالية هو زيادة الضغط على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها الحليفان مستقبلا. في السياق نسبت وكالة أنباء يونهاب إلى رئاسة الأركان الكورية الجنوبية قولها إن سيول تراقب الوضع تحسبا لاختبارات عسكرية جديدة، كما أنها اتخذت وضعية الاستعداد. وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن الصاروخين حلقا نحو 250 كيلومترا. كما تشير المعلومات إلى أن النوع الذي تم إطلاقه اليوم قد يكون مشابها للنوع الذي أطلق في 25 من يوليو قبل أن يسقط في بحر اليابان. قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أن الاختبار العسكري الذي أجرته بيونغ يانغ لم يؤثر مباشرة على اليابان، وأضاف أن طوكيو تعمل مع الحلفاء لدراسة الوضع في المنطقة. قال مسؤولون أن انفجارا وقع أثناء مرور حافلة على طريق سريع بين مدينتين رئيسيتين بقرب أفغانستان، مما أسفر عن معطل 34 راكبا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 17 آخرين. وتسوء حالة الأمن في ربوع أفغانستان، حيث تشن حركة طالبان ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات شبه يومية على القوات الأفغانية وموظفي الحكومة والمدنيين. وقال محب المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن الانفجار وقع في منطقة آب خرما بإقليم فراح على الطريق السريع بين العاصمتين الإقليميتين هرات وقندهار. ولم يتسنى الحصول على تعليق على البيان من مسؤولين في طالبان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ويقول مسؤولون حكوميون وآخرون في مجال الإغاثة إن أعداد القتلى والمصابين في ازدياد بسبب المتفجرات التي تزرعها طالبان. اتهمت اليونان تركيا بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثا. وقال وزير الخارجية اليوناني نيوكاس ديندباس للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري إن أفعال تركيا غير القانونية والتي تتحدى القانون الدولي تهدد الأمن في المنطقة، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارص الأتراك والقبارص اليونانيين. وقال وزير الخارجية المصري شكري إنه تمت مناقشة الاستفزازات في المنطقة وكيف يمكن وقفها من خلال احترام القانون الدولي. وتتعاون مصر واليونان وقبرص في عدد من المجالات منها الطاقة. الخبر الأخير في هذه النشرة: تمت سرقة بيانات 106 ملايين عميل أمريكي وكندي من عملاء مصرف كابيتال وان الأمريكي. والجدير بالذكر أنه تم توقيف السارقة وهي مهندسة معلوماتية من قبل الشرطة الفيدرالية وفق ما أعلن المصرف. وتعتبر عملية القرصنة المعلوماتية هذه واحدة من أكبر عمليات القرصنة لخامس مصدر لبطاقات الائتمان المصرفية في الولايات المتحدة، وهو مصرف كابيتال وان الأمريكي العملاق. وقال المصرف في بيان أن حوالي 100 مليون مواطن أمريكي ونحو 6 ملايين كندي معنيون بهذا الاختراق، مؤكدا أنه لم تسرق أرقام بطاقات مصرفية ولا معلومات للاتصال بحسابات مصرفية، كما لم يتعرض 99% من أرقام الضمان الاجتماعي لأي خطر. ومن المقرر أن تمثل المقرصنة التي تبلغ من العمر 33 عاما أمام القضاء في سياتل، ويمكن أن يحكم عليها بالسجن أكثر من 5 سنوات وبدفع غرامة تبلغ 250 ألف دولار بحسب وزارة العدل في ولاية واشنطن.
مشاهدينا الكرام، انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.